اسمع يا ايمن يا رمادي، اوعك تكون متشدد اليوم في مباراة الاسيوطي. ها، والعب لمصلحة الزمالك. آه. 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 يعني ابقى متشدد ولا العب لمصلحة الزمالك؟ قالوا له ما تحاولش تفهم، لقد اعذر من انظر، احنا عارفين انك اهلاوي وبنتعامل معاك رغم انك اهلاوي. قال لهم حاضر، يعني انا ابقى متشدد ولا ما اتشددش، ولا العب لصالح الزمالك ولا ما العبش؟ قالوا له تريح اللعيبه النهارده، ما تلعبش باللعيبه، ما ترهقهاش. ليه يا عم؟ عندنا دوري ابطال افريقيا؟ لا. كونفدراليه؟ لا. يعني بطوله حلوه كده، في فلوس، في ماني، في مصلحه لنادي الزمالك؟ لا. امال في ايه؟ قالوا له في تفويت، في دوري هيتاخد مننا، الاهلي هياخد الدوري من الاسيوطي. طب يا عم ده الاسيوطي. قالوا له مالكش دعوه، انت العب لمصلحه الزمالك، ريح اللعيبه. طب اريحها ليه؟ اوعى تكون متشدد اليوم يا ايمن يا رمادي. هو احنا كده؟ ده مش كلامي، ده كلام اكبر صفحه زملكاويه، والزملكاويه بياخدوا كوبي بيست يجوا يكلموني بكلامهم، فانا طالع برد على صفحه زملكاويه. طيب يا عم اللي مخك تحت في طيبة قلبك، هحاول افهمك. مصلحة الزمالك انك داخل النهاردة عندك 41 نقطة، هتلاعب فرقة عندها 47 نقطة، فرق 6 نقط. فرق الاهداف ما بينك وما بينهم يا هدف يا اتنين، تقريبا هدف. يعني لو كسبتها النهاردة تتفوق عليهم في المواجهات المباشرة وفي الاهداف كمان، تبقى انت 44 وهم لسه محلك سر 47. هيبقى فاضل ماتش، الاسيوطي هيبقى فاضل له ماتشين. خلي عندك امل ان سيراميكا مثلا ممكن تكسب الاسيوطي وانت تكسب الماتشين اللي متبقيين لك، تلعب دوري ابطال افريقيا، تتنغنغ، تاخد دولارات، تحل مشاكلك، تفك كيدك، بدل ما الوزير كل يوم ولا كل شويه يتصل بيك الو ما تقلقش يا زمالك، ما تشيلش هم. اتحاد الكوره يخبي منك جوابات، ما تشيلش هم يا زمالك. وليه تبقى ننوس الدوله؟ وليه كله يعني يطبطب على طيبه قلبك؟ فاهم انت؟ وانت في ايدك تشارك في دوري ابطال افريقيا. واحد يقول لي لا 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 انت بتتكلمش لمصلحتي. انا مش عايز مصلحتك، انا مش عايز مصلحتك. اخسر النهارده، تكسب، تولع، انت اصلا كده كده بمزاجك غصب عنك. اقسم بالله الفرقه تقيله عليك فنيا وكرويا وكسكواد، هنا وهنا وهنا على الورقه والقلم الفرقه تقيله. تكسب تتعادل ده دي حاجه بتاعت ربنا، ماشي. انما انا عايز اقول لك على حاجه، البجاحة توصل بيك يا بجح يا رخيص، انك عشان بتكرهني كاهلي تتمنى خسارة الزمالك النهارده. ده انا شفت كومنت غريب من زملكاوي اقسم بالله، بيقول له لا احنا نريح اللعيبه ونلعب بالناشئين عشان يكسبونا بسكور، عشان يعدوا الفرق الاهداف مع الاهلي. احيه. طب ودوري ابطال افريقيا اللي انت محروم منها 3 سنين، والرابعه ان شاء الله على التوالي مش هتشارك فيها، اللي هي اصلا بتأهلك لكأس العالم للأندية، بتأهلك لمستوى يعني بيخليك في الترتيب مثلا القاري، بتتقدم عشان ما ترجعش تعيط وتقول اصلك نادي القرن اتسرق مننا. ماشي. انت النهارده كل فرق افريقيا بتتقدم عليك، اهلي بقى، وداد، ترجي، مازيمبي، سان داونز، اورنالد، ده الاسيوطي خلاص عداك، اخد مكانك رسمي. فحبيب قلبي مصلحة الزمالك انك تكسب النهارده. والله 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 اولع، عايز تكسب اكسب، مش عايز تكسب براحتك اولع. انما ما تطلعش تعيط وتقول اوعى تكون متشدد يا ايمن يا رمادي. ده الرخص، هتعيش رخيص وهعيش قصر عينك ليوم الدين. انا كاهلي هعيش قصر عينك ليوم الدين، هعيشك في اوهام واحلام وكوابيس. هتشوفني هتبص هيجي لك خبلانه. النهارده كمان ده في حاجه ناسيها، جمهور الزمالك اللي هو يقول لك النهارده سود، النهارده سود، وهم اصلا خسرانين وطالع ميتينهم في الملعب. قال لك النهارده احنا مش رايحين. ليه يا عم؟ قال لك لا لا مش رايحين، احنا هنمثل ضغط على الاسيوطي، عايزينه يكسب مستريح. اه والله. فهو جمهورهم اللي هو بيحضر الرابطه ديت رخيص، بيدجياتهم ارخص من الرخص، ادارتهم ارخص منهم ما تلاقيش. هو ده الزمالك وهو ده جمهوره. والنهارده كل الناس اللي منعت اللي هي تحضر
ماتش الزمالك من جمهور الزمالك هتلاقيهم حاضرين الناحيه التانيه بفليله زرقاء ووجبه وسندوتشين. ان شاء الله كده كده الدوري في الجزيره، وانت يا زمالك هتفضل بتاع كشري وبليله. منكو فارتينا.